بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب دايما تبقوا بخير وسعاده. النهارده حبيت اعمل الفيديو على ازاي نترجم الكلمات او المقاطع بدون برنامج. طبعا أنا قبل كده كنت منزل لكم برنامج كان حلو جدا، مترجم بيترجم الكلمات من اللغه العربيه للانجليزيه. النهارده هوريكم ازاي نترجم الكلمات من اللغه العربيه للانجليزيه بدون برنامج. فنسمي بسم الله، واول حاجه بنخش على المفكره عشان نكتب الكلمات اللي احنا عايزينها ونترجمها. بص هنا المفكرة، هنا تحت لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح لازم تكون اللي هي خاصة بجوجل، بننزلها أو بنثبتها عن طريق جوجل كروم. بصوا هنا هنضغط على أول حاجة هيجيلنا الترجمة. هنضغط على الترجمة، طبعا فيها الحافظة وفيها كل حاجة. لوحة المفاتيح الخاصة بجوجل. هنا هنكتب الكلمات اللي احنا عايزينها. هنا ضغطنا على كلمة الترجمة اهي. هنحول الكلمات أو المقاطع من اللغة العربية إلى الإنجليزية بدون برنامج. هنكتب دلوقتي أي كلمات أنا عايزاها. مثلا هنكتب اسمي مثلا اهي اهي. طبعا أي اسم عايزينه بنكتبه بنترجمه على طول. بصوا هنا اهي، انا بكتب كلمات كده اهو. بصي منال محمد علي محمود، ترجمت على طول من غير برنامج عن طريق لوحة المفاتيح اللي خاصة بجوجل. طبعا لو عايزين نعمل لها نسخ ونحطها في الحافظة بنضغط كده عليها. هنضغط على الكام شرطة دول، تحديد الكل، هنحدد الكل. هنا النسخ، هنضغط على نسخ. هنا موجودة اهي في الحافظة عندنا اهي. في الحافظة بنطلعها. طبعا لو مقطع عايزين نحوله من اللغة العربية إلى الإنجليزية أو كلمات، ودي طبعا بتنفعنا كتير لما بنيجي ننهي بيانات النموذج الضريبي أو البيانات الخاصة بينا في حساب جوجل أدسون. طبعا بتنفعنا كتير الترجمة، وخصوصا لو مش حابين ننزل برنامج بالشكل ده اهي. أي كلمات احنا عايزين نترجمها من اللغة العربية للإنجليزية بنترجمها عن طريق جوجل كروم. لوحة المفاتيح، أسفة، عن طريق لوحة المفاتيح اللي خاصة بجوجل كروم أهو. أهي موجودة أهي. أول حاجة هنضغط عليها، ورابع حاجة هي الترجمة. وبنشوف الكلمات أو المقاطع اللي احنا عايزين نترجمها من اللغة العربية إلى الإنجليزية بنكتبها وبتترجم معانا في ساعتها. من أهو مثلا بتترجم معانا في ساعتها أي كلمات احنا عايزين نكتبها، وبنحفظها في الحافظة عن طريق إن احنا بنضغط عليها ونضغط كلمة نسخ. بنلاقيها موجودة عندنا في الحافظة. وقت ما بنحتاجها بنطلعها. أهم حاجة بنثبت الكلمات أو المقاطع اللي احنا عايزينها، بنثبتها في الحافظة فبتفضل موجودة عندنا، غير لما نكتبها يعني مسافة 24 ساعة بنلاقيها اتحذفت. لكن الحافظة اهي موجودة اهي اهي. الحافظة رابع واحدة اهي، موجودة فيها الكلمات اللي احنا ترجمناها، موجودة اهي. عشان خاطر نثبتها ما تتحذفش عندنا في الحافظة، فبنضغط عليها كده وبنضغط على كلمة تثبيت فتلاقيها اتثبتت معانا وموجودة في الحافظة. بتمنى الفيديو يعجبكم، ومع السلامة.